أهلا أهلا، أنا سليم. اليوم رح نتكلم عن زراعتي بأكبر مستشفى متخصص لزراعة الشعر إليت هير، ورحلتي بتركيا. وبكل صراحة وشفافية، بعد 3 أشهر من زراعتي لشعري بتركيا إليت هير. إذا أول مرة بتشوفوا الفيديو أو بتتابعوني، فأنا من 3 أشهر أخذت الخطوة الأولى واتخذت إجراءاتي إني أروح على تركيا على مركز إليت هير أو مستشفى إليت هير، اللي هو أكبر مستشفى متخصص لزراعة الشعر بالعالم، ومكانهم الرئيسي بتركيا. في عندهم أفرع بأماكن تانية، بس أنا اخترت فرع تركيا. إذا بدنا نتكلم عن التقنيات، فالتقنية اللي أنا أخذتها هي DHI، وأهم شيء بالموضوع كله كان زيرو بين، اللي هو عن طريق تقنية الديب سليب. الديب سليب هي تقنية بيعطوك مخدر عام، بتنام نص ساعة وبتصحى بتكون مخدر تماما، فببدأوا عملية الزراعة بشكل سهل وما بتحس بأي ألم. خلينا نتكلم عن النتائج المبدئية بعد 3 أشهر. شخصيا أنا شايف إنه الشعر بدأ يطلع، لأنه عدينا مرحلة التساقط ومرحلة التقشير. هاي المراحل المبدئية اللي كان بالأول بتصير، بعدين بعد تساقط الشعر ببدأ يطلع. 3 أشهر فترة كافية ليبين نتيجة فعلية؟ لا صراحة، بس أنا مبسوط إنه الأماكن اللي ما كان فيها شعر تماما يعني فاضية، بدأ يطلع فيها الشعر. وهذا الشيء يعني بيأثر كتير على النفسية. يعني إذا فينا نشوف سوا، هون بدأ خط الشعر يطلع. لا تنسوا إنه أنا كان المنطقة فاضية زي كأنها الجبهة، ما في ولا شعرة. فهلأ صار في زي ما منقول شادو، يعني الشعر الصغير بدأ يطلع. فهذا الشيء جدا جدا إيجابي، وأنا حاسس بسعادة. من الأشياء المهمة اللي لازم أحكيها عن إليت هير إنه عندهم تطبيق جدا مهم. هذا التطبيق بيتابع حالتك من أول ما تروح لحد ما تكون راضي عن نتيجتك ولمدة سنة. كيف؟ التطبيق فيه تنبيهات هامة، مثلا متى فيك تسبح، كيف أو متى لازم تعمل خطوات الاهتمام بالشعر، من غسيل، من ترطيب، هالأمور كلياتها، وبتابع معك. المتابعة موجودة على التطبيق على شكل كالندر. هاي الكالندر فيها كل الأيام المهمة، فأنت فيك تعرف متى مثلا فيك تروح تسبح، أو متى فيك تستعمل الشامبو المفضل تبعك. فهاي الأمور كلها بتفرق، وبتفرق مع الناس اللي نفسي، اللي أحيانا ممكن ينسوا خطوة أو ينسوا شيء وحابين يتأكدوا. فهذا كلياته موجود. وإذا تكلمنا عن يوم الزراعة، فهو تقنية ديب سليب اللي بيعملوها. صراحة أنا بالنسبة إلي كانت العلامة الفارقة. ليش كانت فارقة؟ لأنه أنت لما تكون داخل الآن، يعني بالنهاية أنت داخل تسوي عملية، أنا كنت الآن شوي. هم بيطمنوك، وأساسا طاقم العمل جدا جدا قوي وسلس ومتعاون. فأول شيء عملوه هو إنه أعطوني إبرة المخدر العام. فرحت بالنوم تقريبا نص ساعة، مو كتير. بهالنص ساعة بيكونوا ضربوا الإبر المخدرة الموضعية، لأنه أنت ما فيك تكون نايم خلال العملية كلها. وأنا عمليتي تقريبا كانت نفس اليوم، سحب البصيلات وزراعة البصيلات، فشوي كانت بتفرق. خليني أورجيكم مجموعة صور من يوم زراعة لهلأ. حتلاحظوا الفرق، وتلاحظوا الفرق بخط الشعر. هذا الشيء أنا بخليني جدا سعيد. صح التغير شوي سطل بسيط، بس أنا بالنسبة إلي هذا جدا مهم. وأنا لسه ناطر، يعني تقريبا قالوا لي بدها 6 أشهر لسنة لتبين نتيجة فعلية. وأكيد رح تكونوا معي بهالرحلة عشان نشوف كل التغييرات. الأكيد إن شاء الله إنه بعد ما يمرق 6 أشهر، لأنه هلأ مرقوا 3 أشهر، فكمان 3 أشهر رح أسوي فيديو تاني حيكون فيه تفاصيل أكتر، وحيكون فيه
كيف التغيير صار. فخليكم متابعيني، فولو لايك سبسكرايب، وشكرا لمتابعتكم.